فريق شبيب التسكيك أبدى منذ البداية نيته في الفوز والظفر بنقاط المباراة للخروج من المنطقة الحرجة، وهدد مرمى الزوار في هذه المحاولة عن طريق معنصر. كرة هذا الأخير تصطدم بالعارضة الأفقية دائما لصالح المحليين بالرملة، بتسديدة من بعيد. عليوي يتدخل، معنصر يسترجع الكرة التي تنتهي بعد ذلك في أحضان الحارس عليوي. الحظ لم يكن من جانب المحليين، وكرة بالرملة يحولها الدفاع إلى ركنية، وشوط المباراة الأول انتهى من دون فائز. المرحلة الثانية ركن خلالها أبناء زيبان إلى الدفاع في محاولة الرجوع بنقطة إلى الديار، وهذه تسديد جوشي البديل خارج مرمى. جمهور روسيكادا الذي كان رائعا في هذه المباراة انتظر حتى الدقيقة 87 لمشاهدة هدف الوحيد في هذا اللقاء، فبعد فتحة مقداش المدافع كباري من جانب اتحاد بسكرة وبرأسية يحول الكرة إلى الشباك، ليكون بذلك قد سجل ضد مرمى. هدف جاء في وقت حاسم وقاتل، وأسعد كثيرا أبناء روسيكادا الذين تنفسوا الصعداء بعد هذا الفوز.